عجبتني الفكرة جدا لما ضفت الطحينة على اللحمة وادتني نتيجة مبهرة جدا، وكمان ضعفت الكمية وعملت بيها أحلى وجبة غدا للأولاد بيحبوها جدا. لو عجبتكم الفكرة ما تبخلوش علينا باللايك والشير والاشتراك لهبة تي في. ويلا بينا أقول لكم عملنا إيه. أنا عندي هنا حوالي 350 جرام من اللحمة المفرومة، ضفت عليهم كده حوالي نص كوب من الطحينة الخام. عندي كمان 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من البقسماط الناعم، وهنا بقى البهارات دي على حسب ما انت حابة. معلقة من الفلفل الاسود، عندنا كركم، عندنا كمان بابريكا، ومعلقه من السبع بهارات. ضفت على كل دول بقى بيضه كده بدرجه حراره الغرفه، وكمان عندنا مكعب من المرق. وطبعا انا هنا ما حطيتش ملح نهائي لان البقسماط عندنا مملح، وكمان عندنا البهارات، فكافي جدا ان احنا نحط مع مكعب من المرق او معلقه صغيره من الملح. قلبيها بقى كويس جدا بالشكل ده، وبعد كده ضيفي عليها معلقه كبيره من الزيت. هنا الفكره حلوه قوي، هنعمل فكره حلوه للاولاد وكمان بيحبوها جدا. انا جبت بقى اللحمه بعد ما سبتها ترتاح كده حوالي 10 دقايق. هنبدا ان احنا بقى نكورها كده الكور متساويه. قطعت معايا الربع كيلو من اللحمه حوالي كده 7 او 8 كور، فطبعا الكميه حلوه قوي. بعد كده هنعمل ايه، هنبدا بقى ان احنا نجيب المكبس اللي هو بتاع البرجر. البرجر هنا الاولاد بيعشقوه وبيحبوه بكل الطرق، فجبت بقى كده اللي هي الاكياس العاديه اللي هي بتاعه المطبخ، وبعد كده حطيت كيس من تحت وحطيت قطعه اللحمه وفوقيها برده كيس، وبدات ان انا اضغط عليها بالمكبس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اظن مفيش اسهل من كده. ويا سلام بقى لو كترتي كميه اللحمه وعملتيها حبه كتار كده او كميه كبيره وحطيتيها في الفريزر للاولاد، وقت ما تحتاجي تطلعي تعملي على طول. هنا انا خلصت كل الكميه ما شاء الله. ربع كيلو قطع لي حوالي 7 او 8 قطع، فحلوين جدا بجد. هنا انا عندي الفكره اقول لكم على حاجه، يعني شكرا جدا لتعليقاتكم، وشكرا جدا لكل اللي بيقول لي كلمه حلوه في تعليق، واتمنى ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. ويلا بقى بينا نكمل الفيديو بتاعنا. انا هنا عندي الجريلا العاديه خالص بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها على البوتاجاز. دهنتها كده شويه من الزيت، وبعد كده جبت شرايح من الطماطم، عندنا كمان شرايح من البصل انا قطعته حلقات، ونبدا ان احنا بس ياخد تشويحه بسيطه جدا او يغير لي لون كده ويبقى الريحه كده تمام. انا هنا رصيت الطماطم ورصيت البصل، ويا دوبك كده اخدوا كده حوالي على كل جنب كده دقيقه، ورشيت كمان عليهم حبه كده. شلت بقى الطماطم على طول بعد ما اخدت مني تشويحه كده وريحتها كانت حلوه جدا بجد. شلتها بقى كده في طبق جانبي، وبعد كده نضفت الجريلا بتاعتي وحطيت حبه من الزيت تاني، وبدات ان انا ارص الهمبرجر بتاعي. هنا الهمبرجر ده بجد طعمه حلو جدا، موفر قوي، وكمان وجبه غدا سريعه كده للاولاد لو جايين مستعجلين. تقدري ان انت تحضرها لهم في 10 دقائق، وكمان ما بتاخدش منك وقت كتير لحد ما تجهزي الغدا الاساسي ليهم. هنا طبعا انا قلبتهم. هنا الكميه يعني ما كشتش معايا لان انا حطيت هنا معلقه من الدقيق، ومعلقه الدقيق دي بتفرق جدا، ما بتخليش اللحمه عندي تكش، يعني تكش جامد. هي بتكش شويه صغيرين، ولكن بتدي برضو حجم حلو قوي، وتقدري ان انت توفري كميه معتبره. هقول لكم على حاجه، هنعمل بقى صوص كده يعني بسيط جدا طعمه حلو قوي وظريف. عندي 3 معالق من المايونيز، عندنا هنا معلقتين كبار من الكاتشب، وهنبدا بقى ان احنا نجيب البرجر بتاعنا ونحط كده حبه من الصوص اللي احنا عملناه، وعليه شرايح الطماطم خاص بقى، وكمان هنحط قطعه من الكفته اللي احنا عملناها او البرجر اللي احنا عملناه. وده بقى البرجر الكدابي اللي بيقولوا عليه. بجد الطريقه كانت حلوه جدا، سندوتشات حلوه قوي لذيذه للاولاد، وكمان قطعت لي 8 قطع. تخيلوا 8 وحدات من البرجر بربع كيلو من اللحمه وللاولاد، وطعمهم حلو جدا مع شويه بطاطس محمرين جنبيهم كده جانبيا. فبجد الوصفه ممتازه. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وكمان ما تنساش تكتبوا لي في التعليقات اللي بتحبوه الحلقه اللي جايه ان انا اعمله لكم. وشكرا ليكم، شكرا لكل اللي بيكتب لي كلمه حلوه تعليق حلو. وبتمنى ان شاء الله لو حابين اي حاجه جديده تكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم بقى على الف خير.